أهلا بكم مع روفان. تخيل كده تكون نايم في أمان الله وفجأة تصحى على خبر بشع. 10 أشخاص من 3 بيوت جنب بعض اتقتلوا بطريقة تقشعر لها الأبدان. جريمة اتقال عليها أغرب جريمة قتل في مصر، وللحد النهاردة محدش فاهم مين القاتل ولا ازاي عمل كده. دي حكاية مذبحة بني مزار، استعدوا لأن اللي جاي يخوفكم بجد. تخيل كده تصحى من النوم في نص الليل تلاقي الشارع كله مقلوب، عربيات شرطة، صوت صريخ ناس، وريحة دم مالية المكان. دي مش لقطة من فيلم رعب، دي حكاية حقيقية حصلت في قلب مصر، تحديدا في بني مزار بمحافظة المنيا، ولحد النهاردة لسه الناس بتسميها مذبحة بني مزار. الحكاية بدأت في ليلة برد جدا في يناير 2005. الناس نايمة في حالها وفجأة طلع خبر زي الصاعقة في 10 أفراد من 3 بيوت جنب بعض اتقتلوا بطريقة بشعة جدا، سكاكين ومطاوي والأجساد متقطعة بشكل صادم يخوف أي حد. الغريب بقى ان مفيش اي صوت سمع الجيران ولا حد خد باله من اللي حصل. يعني تخيل معايا ان الجاني دخل 3 بيوت وذبح 10 افراد من عيلة واحدة ومحدش حس بيه. دي حاجة فوق العقل حرفيا. الأغرب والأكثر رعبا إن التحقيقات الأولانية قالت إن اللي قتلهم شخص واحد بس، لكن إزاي شخص واحد يقدر يعمل كل ده لوحده، خصوصا إن فيهم راجل جسمه ضخم ومش سهل يتغلب عليه أي حد. في وسط كل ده اكتشفوا إن في آثار دم خارجة من البيوت ورايحة ناحية الحقول، لكن الأثر اختفى تماما، ولا في سلاح جريمة ولا بصمات ولا حتى أي دليل يدلهم على القاتل. الشرطة قعدت شهور تدور وتقبض على واحد اتهموه انه مختل عقليا، لكن الناس كلها كانت حاسة ان في حاجة غلط، ان في سر كبير متغطي ورا القضية دي. وفضلت الناس لحد النهاردة بتسأل هو مين عمل كده وليه. واكتر حاجة وجعت الناس ان الضحايا كانوا ناس بسيطة جدا، فلاحين وناس عايشة على قدها ملهمش اي عداوات مع حد. وبين كل الكلام ده طلع عن جن وعفاريت، وقالوا ان دي اللعنة في المنطقة دي من زمان، وان في حاجات بتحصل بالليل محدش يقدر يفسرها. ناس تانية قالت ان القاتل كان محترف جدا او ممكن اكتر من شخص، لكن لحد النهاردة محدش عارف الحقيقة. فضلت ذكرياتها مختفية في قلب بني مزار، وكل ما حد يعدي قدام البيوت دي بيحس برهفة كده وخوف مش طبيعي. دي كانت مذبحة بني مزار، جريمة اتكتبت في التاريخ المصري بحروف من دم، ولسه السر الحقيقي وراها مدفون لكن محدش يعرفه ابدا. وبس كده. لو عجبتك القصة دي وعايز قصص تانية بنفس الرعب والتشويق متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وتنوني في حكاية جديدة مع روفان. سلام.